تحياتي استاذ مندي. يا هلا اهلين. شلونك؟ شلون الصحة؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. اليوم ما كان في قصف. لحد الان نحن متعودين انه القصف يكون بين الساعه 12 وواحدة بالليل، بعدين بين الساعه 3 للساعه 4، واليوم فيكون الساعه 1 7 ونص صبحيات كمان بعد الأربعة يعني. الحمد لله. الحمد لله انه خف لكن يعني. لكن نحن صامدون، وهاي الصواريخ اللي عم تبعثها ايران، اكثر من 97% منها عم يتم تفجيرها بالجو. المضادات الاسرائيليه عم تقدر تتصداها. وطبعا عم تسمعوا كثير من الفيك نيوز، يعني اللي بيسمع ال الاخبار بالجزيره وبايران وبمحطات معاديه لاسرائيل، فبتعتقد انه اسرائيل م- ما بنسمع. تدمرت تقريبا بشكل كامل. فالحقيقة لا، نحن يعني اليوم الجبهة الداخلية أصدرت أنه الموظفين بيقدروا يرجعوا على شغلهم. كل إنسان اللي عنده منطقة آمنة بشغله أو ملجأ بشغله، فبيقدر يروح يمارس شغله بشكل عادي، بدون ولا أي مشاكل. طبعا في بعد كل اطلاق صواريخ او مسيرات في صفيرات انذار. صفيرات الانذار هي مشان تعطي الناس الفرصه انها توصل على الملاجئ. عندنا ملاجئ امنه، وهي الصواريخ ما بتقدر تخترقها. آه، الفرق بين اسرائيل وبين الدول العربيه انه صفيرات الانذار باسرائيل بتعطي إشارة للمواطنين إنهم يروحوا يتخبوا بالملاجئ. بالدول العربية بتعطي إشارة للمواطنين إنهم يقولوا الشهادتين. فهذا الفرق بين إسرائيل وبين الدول العربية. آه، في عنا طبعا إصابات. آه، اليوم مثلا كان في 4 إصابات خطيرة نوعا ما، وتقريبا 23 24 إصابة خفيفة. آه، حتى رغم انه يعني استهدفوا مستشفى اليوم، مستشفى سوروكا ببئر السبع. بالسبع. نعم. لكن يعني شوف لحد وين الله واقف مع الشعب اليهودي. امبارح هذا المستشفى اخلوا الفرع اللي تم قصفه اليوم، اخلوه لانه ما في مناطق امنه كافيه، ونقلوهم على فرع اللي فيه مناطق امنه. يعني هذا الفرع هو فرع الولادات. نقلوا كل المرضى من هذا الفرع لمكان اخر. لهذا السبب اليوم يعني رغم الضرب، وبعرفش اذا شفت الصور من مكان من المستشفى، رغم قوة الضربة لكن ما كان في ولا قتيل. كان في جرحى، الجرحى اللي كانوا 4 أو 5 جرحى، جروح بسيطة يعني. آه، فالحمد لله يعني نعم. الإنجازات اللي عم بيقوم فيها الجيش الإسرائيلي طبعا انا بدي اعرف الجمهور اول شيء الاستاذ مندي الصفدي عضو حزب الليكود، وكان مستشار للسيد رئيس الوزراء نتنياهو لفترة طويلة، ومدير مركز الصفدي للدراسات الاستراتيجية في تل أبيب. مشان نعم. الأخوة في الكرد كتير مشان يعرفوا حضرتك يعني، بس أنا ما حبيت نعم، أقاطعك. أنا كنت ناشط، يعني ما زلت ناشط كثير بالقضية الكردية. و يعني كثار من الأصدقاء المشتركين كمان بيعرفوني وبيعرفوا النشاط اللي قمت فيه. حتى انه مع انه معي جواز سفر اسرائيلي فقط، لكن زرت اربيل. كنت باربيل 14 يوم في العراق. بتعرف اسرائيل والعراق ما في علاقات دبلوماسيه، فانا زرت العراق.
وقعدت فيها يعني فترة من أجمل الفترات اللي كنت فيها، ومن أجمل الدول اللي زرتها، رغم إني زرت تقريبا كل دول العالم. آه، المعرفة بالتاريخ ولما بدك تكون إنسان اللي حقاني بيمشي مع الحق مش مع القوة، بيمشي مع الحق. فأنت لازم تكون معترف بحق الشعب الكردي بدولة، ولازم تكون مدرك على التاريخ الكردي، وتدعم القضية الكردية، لأنه القضية الكردية هي أكثر قضية صادقة ومحقة في الشرق الأوسط. ما في قضية أخرى مهمة مثل القضية الكردية، ومحقة وصادقة مثل القضية الكردية. لكن للأسف المحور الإقليمي معادي للحق الكردي بإقامة الدولة وبإعادة الدولة لأصولها، لأسباب طبعا أسباب انتهازية أو توسعية أو احتلال إسلامي أو فتوحات مثل ما بيقولوها. فنحن شعب إسرائيل والشعب الكردي نعتبر حالنا من أقدم الشعوب بالمنطقة، وفي تاريخ جيري حسني بين الأكراد وبين الشعب الإسرائيلي. وأنا كدرزي كمان في تشابه كبير بين الشعب الدرزي والشعب الكردي بكثير، يعني بكثير أمور. فدائما أنا بقول دمي درزي وقلبي كردي، وهذا الشيء صادق، يعني بيطلع من القلب صادق. ونتأمل وكل أمنياتنا إنه هاي الحرب اللي نحن عم نخوضها كمان تخدم إخواننا الأكراد، إذا كان في إيران أو في العراق أو في سوريا أو في تركيا حتى. أستاذ مندي، بدنا نحط المسائل العاطفة. طبعا أنا وأنت نعرف بعضنا، صرنا فترة ونعرف نعم. آراء بعض، وأنا من المتابعين لك يعني. وأنا يعني قبل 4 سنوات كوني أعمل أيضا في مراكز استراتيجية أوروبية، وعلى رأسها مركز الاستراتيجي للدراسات القومية، الأمن القومي الألماني. وصار لي 4 سنوات أنا أتحدث بالمشاريع القادمة، يعني الأخوة كلهم يعرفون، وحضرتك كمان أعتقد أنه تابعت كثير من الأمور والدراسات اللي أنا كمان عملتها. هل نحن فعلا قادمين إلى شرق أوسط جديد؟ الأمر صار واضح، يعني أمر صار واضح. الأمر صار واضح. يعني اليوم إذا بتنظر لغزة ما في حماس. إذا بتنظر للبنان، الشعب اللبناني استرجع أرضه، ما في حزب الله. إذا بتنظر لسوريا، أنا بعتبر سوريا اليوم بمرحلة انتقالية. سقط نظام الأسد، واليوم موجود بديل مؤقت للنظام. هذا البديل يعني أنا معطيه لآخر السنة إنه يقدر يستمر بالحكم. لكن هذا طبعا متعلق بالظروف اللي أو مدى شجاعة الثورة المعارضة السورية الليبرالية، ومدى شجاعة كمان الإخوان الأكراد في شمال سوريا. لأنه نحن شايفين أنه الدروز واقفين بصمود. أكثر فئة اللي واقفة بصمود بوجه هذا النظام. والدروز هن الوحيدين اليوم اللي بيقولوا له للجولاني أنت رئيس منظمة إرهابية، هلا مش ممكن نتقبل وجودك كرئيس دولة سوريا. هذا الكلام ظاهريا أتفق معك، لكن أنا نقلت لك رأيي يمكن على الخاص أكثر من مرة. نحن الكرد نقدر نقول لك
المسألة فيها سياسية، فيها ضغوط فرنسية، فيها ضغوط أمريكية، فيها ضغوط بريطانية شديدة علينا. لمسألة أنه حصلت التوافقات مع الجولاني كان فيها أيضا مصلحة نوعا ما لإنقاذ بعض المناطق أو شعب. يعني مثلا كان في الشيخ مقصود عندما ما يقارب المليون، مليون ونص، كان مهدد بإبادة يعني وجرائم ضد الإنسانية مثل ما حصل في الساحل. فكانت الأمور إلها يعني تبعات. نعم، لكن لكن انا يعني انا اذا بشوف على بطلع بالجغرافيا السوريه مثلا، فانا بلاقي انه شرق الفرات او المناطق اللي موجوده تحت سيطره قسد هي اكثر مناطق محرره بسوريا واكثر مناطق منظمه بسوريا. يعني في عندك اداره ذاتيه مستقله، وعندك جيش مستقل، وعندك قدرات وقوه اللي بتمنحك الجرأة أكثر من الدروز حتى إنه ما تعترف بهذا آه، الحكم المؤقت. لم يعترف إلى الآن بشكل رسمي وواضح، لكن هناك اتفاقيات أمنية فقط اللي وقعتها، يعني مشان نكون واضحين. الشيء الآخر والهام للغاية، احنا شفنا أنه أحمد الشرع طلع دستور، هذا الدستور ما بيمثل غيره هو وطائفته حقيقة، وحتى ما نعم، بيمثل طائفته، يعني نصب نفسه الإله الأعظم لسوريا وكل القرارات منه. صدر كمان قرار جديد قبل عدة أيام للانتخابات بمجلس الشعب، كمان نعم، نفس الأسلوب تماما، وما راعى فيه لا الكرد. لو مراعي مثلا لو مراعي فيه فقط الكرد وما ذاكرين الأخوة الدروز والعلويين والآثنيات والأقليات الأخرى الموجودة في سوريا، هنا كنت راح أحط 100 خط أحمر وبقول هناك اتفاق إذا ما بين أحمد الشرع والجنرال المظلوم عبده على فقط حقوق الكرد، وحطوها بالدستور ومشي هذا الأمر. لكن ما حطوا هذا الشيء. وهنا النقطة اللي شوف بتعطيك انطباع أنه ما في اتفاق بالأساس ولا أي شوف مسائل أمنية. نعم. أنا بالنسبة لموضوع سوريا، الأمل الوحيد اليوم لإعادة إعادة سوريا للشعب السوري بكامل أطيافه هو وحدة بين الدروز، الأكراد والعلويين. وفي عندك كمان مجموعات كبيرة لما المجموعات السنية المعتدلة بتشوف انه في تنسيق بين ثلاث الاطراف القوية بالاقليات، فهن راح يجوا ويحطوا ايدهم بايدنا ويتوحدوا معنا. يعني انا اليوم ما بعتقد انه فئة واحدة بامكانها تعمل التغيير بسوريا. يعني الدروز طبعا لوحدهم ما بيقدروا يعملوا التغيير بسوريا، الاكراد لوحدهم ما بيقدروا يعملوا التغيير بسوريا، والعلويين طبعا انه ما بيقدروا يعملوا تغيير بسوريا. عمل انفرادي لاي فئه من هذه الفئات تؤدي بطبيعه الحال الى اباده جماعيه او هولوكوست جديد على الاقليات. لكن وحده الاقليات، وحده الصف بالاقليات، ونحن بنعرف اليوم انه اقوى فئه ماديا بسبب المنطقه الجغرافيه المتواجده فيها والموارد اللي موجوده عندها ان الاكراد. نعم. يعني الاكراد اليوم بيقدروا يدعموا المجلس العسكري بالسويدة اللي هو بيمثل تقريبا كل السويدة عسكريا. يعني لا، طبعا بكل منطقة في عندك الفئات الصغيرة اللي بدها تكون منفردة أو تكون تفرجي إنها كمان هي موجودة. لكن إذا بدك تيجي اليوم للسويدة، في عندك المجلس العسكري هو الجهة الوحيدة اللي في عليها قبول أو موافقة من 90% من أهل السويدة. فلو كان في دعم من قبل شرق الفرات للمجلس العسكري، كان قدروا عملوا اكثر من هيك. طبعا العلويين في عندهم الظهر تبعهم وعندهم
الممولين تبعهم. الدروز هن الوحيدين اللي محتاجين اليوم لدعم لوجستي ودعم أسلحة ومعدات وهاي الأمور. هن الوحيدين اليوم اللي محتاجين، ما في عندهم جانب دعم آخر. يعني نحن دروز إسرائيل. والعامل الجغرافي والعامل الزمني لعب دور كتير أستاذ مندي بهذا الموضوع. أول شيء السويداء مطوقة تقريبا من جماعات الراديكالية، وهذا نعرفه نحن. مشكلتنا مع الساحل انه الاخوه العلويين ليس لديهم تنظيم سياسي معين لحتى نقدر في ناخذ تنظيم، انطباع انا بتواصل مع تنظيم اللي جزء منه موجود بالخارج في خارج، اوروبا. في الخارج، اوروبا وواشنطن، وجزء منه موجود بالداخل. مجلس الجزء عسكري كمان موجود، يعني انا بتنسيق منقسمين معهم. منقسمين على بعض كتير، وكمان بيروحوا لموضوع. شوف، في قسم مع ايران حقيقه، هذا مشان نكون واضحين. في قسم اللي بيتبع الأوامر الإيرانية، وبنشوف هلا حتى بوسائل التواصل الاجتماعي كشعبيا لما بعمل دراسات على آراء الناس وكذا، وهي الجميع متعاطف مع إيران، وهي حقيقة. قسم في منه ما متعاطف صح، واكتشف انه فعلا هو انخدع، والمسألة الطائفية هي مسألة هي وهمية وما لها حق، بس لكن هي قلة، لأنه احنا بنعرف الشعوب الشرق الأوسط هي شعوب طائفية، عفوا عاطفية كتير، فتجري نعم. وراء المذهبية ووراء الدين ووراء الأمور هاي، وينضحك عليها بسهولة، سواء كانوا من الحركات الراديكالية الإسلامية بكل أشكالها، وحتى اللي حركات القومية أيضا، هذا يلعب تأثير كبير جدا. فالمسألة أنه هم منقسمين على بعض. يعني قبل فترة صغيرة جدا، يعني لحتى فترة معينة، حتى أخواننا الدروز كان في نوعا ما في تقسيم، عدم وحدة الصف، وهذا ضرهم بالفترة اللي كانوا إلى فترة معينة، يعني تقريبا إلى ما إنش حصلوا شعروا بالخطر، وعرفوا أنه حقيقة هؤلاء اللي جايين وكانوا بدهم يجتاحوا السويداء. وشفنا الأحداث اللي حصلت في صحنايا، هذا أجبر كل الآراء اللي كانت موجودة أن تتوحد. فما كنت تقدر تتعامل مع ناس منقسمة على بعضها بشكل كبير، وهذا كمان بدنا نحطه لا، انا بالنظر. بعثت مندوب على شرق الفرات، والتقى مع الاشخاص اللي من قبل الجنرال مظلوم، ونحن فهمناهم توزع القوى بالسويداء. انت اليوم يعني مش كل واحد بيطلع وبيستغل منصة إعلامية معناته هو الأكثرية. صح. يعني اليوم انت بتلاحظ انه في اشخاص بالسويداء اللي عندهم منصة إعلامية وعندهم ترويج إعلامي، وهذا طبعا مقصود، وهن ما بيمثلوا 10% من أهل السويداء. بينما اللي عنده 80% من أهل السويداء ما في تغطية إعلامية لإله، وهيك ببين إنه صغير. صحيح. فنحن يعني جبنا لهم الأعداد وجبنا لهم الأرقام بشكل صريح وكله مكشوف على الطاولة. في خلل اللي لازم هذا صح، الخلل وكمان لا ننسى ينشغل انه عليه. المخابرات التركية والميت التركي لعب على اخواننا الدروز بشكل كبير جدا. فاعلاميا اظهر القوة اللي كانت هي معارضة للاكثرية الدرزية انه هي الاكثرية. بالضبط، هذا ونحن اللي انا المشكلة اقصده. الحرب الخاصة شغالة جدا في سوريا. على نعم. كل، في أشياء جديدة بلقاءات وكذا وتواصلات ما بين السويداء وقوات سوريا الديمقراطية، وأنا على علم بهذا الموضوع. وأنت شايف حتى الإعلام التركي والسوريين وجماعة الإخوان يعني كانوا يتهموا كتير السويداء بأنه واقف وراها قسد، يعني نوعا ما ببعض الأمور. خلينا نرجع على الموضوع الهام للغاية، الإيران حاليا. نعم. هل الهدف إسقاط النظام الإيراني، أم فقط السلاح النووي الإيراني وخلع أنياب إيران من الصواريخ بعيدة المدى؟ شوف، قل لك اياها بكل صراحة. اسرائيل اسقاط النظام الايراني
ليس أحد الأهداف بهذه الحرب، لكن هذه الحرب قد تؤدي إلى العوامل الملائمة لإسقاط النظام. يعني القصف راح يستهدف جميع المنشآت النووية بإيران، وانت شايف كيف القصف اليومي، واليوم سماء إيران هي سماء إسرائيلية، ما في طيارة غير إسرائيلية تتجرأ أن تتقرب لهذا الجو. قصف مراكز الحرس الثوري والبسيج، عندما تدمر قوة الحرس الثوري والبسيج معناتها دمرت النظام، معناتها المعارضة الإيرانية تستطيع بسهولة إنه تعمل انقلاب على النظام. يعني نحن ما راح نجيب رئيس إيراني جديد على طائرة إسرائيلية ونحطه في الكرسي بإيران، لكن نحن بنجهز له الطريق، نعمل من أمن العوامل لتغيير النظام. وهذا الشيء انتم كمان شفتوه بسوريا. لولا طرد إيران من سوريا وتدمير حزب الله وكل القوى المغتصبة اللي كانت موجودة على الأرض السورية، ما كان حدا تجرأ وأقدم على إسقاط النظام. وبدي أحكي لكم إياها يعني بكل وضوح. الجولاني ما كان بأعلى توقعاته أنه يوصل على دمشق. الجولاني كان يعني أعلى تأملاته كان أنه يوصل يحتل حلب، هذا الحد الأعلى اللي كان بيطلع عليه. لما وصل على حلب وبشار هرب من القصر الجمهوري، فوصلوها على دمشق على الموتوسيكل، يعني ما كان في ولا أي مجابهة ولا أي قوة رادعة اللي منعتهم. فهروب بشار الأسد من سوريا هو اللي سبب بإسقاط النظام. تمام. نحن أكيد ما كان بنا ولا كان ولا كانت فكرة موجودة انه نسمح للجولاني يسيطر على الحكم بسوريا، لكن العوامل اللي كانت بالنسبة لنا اضطرارية اللي كنا لازم نقوم فيها أمنت الطريق للجولاني انه يرجع يوصل على دمشق. وهذا الشيء كمان بإيران نحن بنتأمل انه الشعوب غير الفارسية، إذا كانوا الأحواز ولا البلوش ولا الأكراد ولا الشعوب الأخرى، تستطيع أن يعني تنظف المناطق تبعها من الفرس أو من الاحتلال الفارسي ويعلنوا استقلاله. ومن جنب الثاني رضا بهلوي يرجع وأتباعه داخل إيران يطلعوا ويزحفوا على البرلمان الإيراني ويسقطوا النظام. نحن بنجهز العوامل. يعني اليوم إذا بتسألني هل خميني موجود على الإكس تبع الطيار، بتقول لك هاي مش بعيدة، لأنه استهداف المناطق المدنية وتحديدا المستشفى وتحديدا البيوت المدنية اللي قصفوها لحد اليوم، كل المناطق اللي قدروا يقصفوها الإيرانيين هي المناطق مدنية. بس ما يعني منشأة غاز أو مخزن لتخزين الوقود بحيفا وصلوا مش صاروخ، يعني مش استهداف مباشر، إلا جزء من هذا الصاروخ. لما المضادات بتتواجه الصواريخ بالجو، فبتعرف بتسقط الأجزاء تبعها، ولما بقول لك الشظايا تبع الصاروخ الباليستي اللي عم تبقى يعني بحجم البراد أو أكبر من براد،
فهذا جسم وقع على أحد المخازن تبع تخزين النفط بحيفا، وأدى لحريق معين أو لأضرار معينة، وقتل شخص هناك من العاملين بهذه المنشأة، لكن لم يسبب بنقص بالبنزين أو أي نقص بالوقود بإسرائيل. ال 90% من الأضرار كانت أضرار مدنية بحتة، وهذا الشيء أعطى الحق لحكومة إسرائيل أن تعلن أن الخميني يعني ابن الموت. يعني ممكن يكون موضوع على قائمة الأهداف لفترة نعم. معينة بعد فترة يعني. نرجع للسؤال الأول اللي طرحته لأنه هو اللي بيدللنا على الدلالات كلية الموجودة. هناك بوادر حلف جديد يرسم في تركيا لحلف إسلامي ما بين تركيا وإيران وباكستان. طبعا المصالح ما بين الدول هاي مشتركة لأنه باكستان أيضا فيها تهديد كبير جدا بالتقسيم، وهذا أمر واضح. بعدين نرجع لموضوع تركيا. طبعا باكستان دولة نووية، نحن نعرف هذا الكلام. سيد نتنياهو قبل يومين صرح تصريح ولو كان بسيط لكن من أجزاء من الكلمات أو الجمل، قال بعد إيران سنحاول أنه مثل ما بمعنى نشلح الباكستانيين أيضا السلاح النووي. ايه. الأتراك مدركين لخطورة الموضوع لأنه الأتراك أيضا في قائمة التهديد بالشرق الأوسط الجديد، وهذا أمر بدأ واضح، وبدأت التصريحات يعني تبعيت أردوغان يعني قوية جدا، وحتى يعني تجاوزت على الشخص رئيس الوزراء الإسرائيلي. طبعا إيران حسب علمي وتواصلي مع الأحزاب الكردية الموجودة هناك الآن يتم التحضير واستقطاب مئات المقاتلين من شباب الكرد اللي كانوا موجودين، والتحضيرات بشكل كبير جدا. وكان في اتصال مع وزارة الخارجية الإسرائيلية البارح في الليل أيضا مع الأحزاب الكردية اللي موجودة في إيران، وأنا على اطلاع على أغلب الأمور اللي بتحصل. لكن هناك تحرك آخر من الأحزاب الإسلامية اللي يدعمها أردوغان حصريا، ولدي مع تقارير مخابراتية أيضا بأنه سيتم توجيه أغلب الإيغور والتركستاني والمقاتلين الأجانب اللي موجودين في سوريا إلى إيران لمقاتلة الكرد هناك، وهذا يعني كمان أمر خطير جدا. طبعا في كمان مجموعات من الأذريين اللي محسوبين على القوميين أيضا عم يتم تحضيرها في إيران لخلط الأوراق. طبعا لا أعتقد أنه هذا الحلف سينجح بالأساس، لكن مدى جدية باكستان وتهديداتها اللي كانت بالفترة الأولى أنه ممكن حتى تستخدم سلاح نووي. شوف، خلينا نقول اليوم النزاع بين أردوغان ونتنياهو هو على الشرق الأوسط، على العالم الإسلامي العربي. اليوم إسرائيل لما هي عم تضرب بهاي القوة وبهاي النجاح بإيران، إذا بتلاحظ بكل وسائل التواصل الاجتماعي العالم العربي يدعم إسرائيل، والعالم العربي اليوم يعتبر نتنياهو ملك الشرق الأوسط، وهذا الأمر ضد مصالح أردوغان. بتعرف أنه أردوغان يعني يطمح لإعادة الإمبراطورية العثمانية ويطمح للاستيلاء على الشرق الأوسط. لاحظ يوم حصل بشهر ديسمبر، يوم هرب بشار الأسد من سوريا وسقط النظام، بإشعار من أردوغان أشعلت مظاهرات في مصر، بدأت مظاهرات بمصر.
هاي المظاهرات استمرت كم يوم، لكن قوات مشتركة قدرت تخمد هاي المظاهرات وتمنعها من التوسع، وتمنعها من نيل الهدف اللي كانت بدها اياه. مصر وسوريا هم مركز القوى بالشرق الأوسط. يعني من يسيطر على سوريا ومصر يسيطر على كل الشرق الأوسط. أردوغان هذا اللي بده يعمله. أيامات مرسي نجح بالسيطرة على مصر لسنة واحدة وتم إسقاط النظام، ولهذا السبب لعدة سنوات ظل عداء بين أردوغان والسيسي، والتقوا بس من فترة بسيطة، مش من زمان التقوا. يعني كان في عداء بينهم. ولليوم إذا بينجح أردوغان بإسقاط السيسي وإعادة الإخوان المسلمين للحكم مباشرة بيعملها. فسيطرة أردوغان على سوريا أو على القرار بسوريا، أو جعل سوريا ولاية تركية وجعل مصر ولاية تركية، فهون هو بيسيطر على كل الشرق الأوسط وبيسيطر على الخليج العربي، وبيعود لنفس الفترة تبع الإمبراطورية العثمانية. لاحظ أنه أردوغان اللي هو كان حامل العلم بأول أيامات الثورة، أوهم الناس أنه هو حامل العلم للثورة السورية. أول إنسان تقرب من إيران وتحاور مع إيران ونسق مع إيران. يعني أكبر خائن للشعب السوري هو أردوغان، صحيح. لأنه هو عمل الحلف تبعه مع إيران وأفشل الثورة السورية. إيران اليوم ساقطة، يعني إيران اليوم ما عاد لها وجود. لاحظ البروكسي تبع إيران، الوكلاء، إذا كان حزب الله أو الحوثيين، إيران زرعت هاي البروكسي أو هاي الأذرع لتحارب فيهم. لاحظ اليوم ولا واحدة من الثنتين عم يحاربوا. حزب الله لم يطلق رصاصة واحدة من يوم بدء المعركة مع إيران لليوم، رغم أنه حزب الله هو كان الذراع الأصلي لإيران. لاحظ الحوثي ضرب صاروخين أو 3 صواريخ ووقف، يعني بعد محاولة استهداف قائد الأركان الحوثي وقف، ما عاد ضرب ولا صاروخ. عبد الملك الحوثي. لا، مش عبد الملك الحوثي، القائد الأركان في الغويثي، شيء من هالنوع. أنا شبهت لهذا الأمر، تعرف لما أنت تكون الأب القوي بعيون ابنك، وابنك دائما بيجي بيعنتر على أولاد الحارة، بخوفهم إنه في بيو بظهره. فلما ابنك بيشوف واحد من الجيران عم يضربك، فساعتها هذه الثقة اللي موجودة عند ابنك بتنتهي. هاي الثقة بتنتهي، فبيعرف انه البابا مش لهالدرجة ابو عنتر. وهيك صار مع الاذرع تبع ايران. يعني حزب الله والحوثي شافوا انه ايران عم تاكل كفوف اللي ما توقعوا بالتاريخ. انه يعني ايران هددت اسرائيل انها تمحيها ب7 دقائق. طب هون احنا شفنا اسرائيل احتلت ايران ب7 دقائق. لاحظت من اول ضربة كانت ضربة عنيفة، اللي هي تجاوزت مفاجأة البيجر، لما طاقم الموساد اشتغل بقلب طهران بجنب المناطق أكثر مناطق حساسة، صنع فيها مسيرات
وزرع فيها مسيرات، وزرع فيها عبوات ناسفة، وزرع فيها قدرة على تجميد كل القوة الإيرانية. يعني لما الطيران الإسرائيلي طلع من المطارات بإسرائيل للساعة اللي وصل فيها على طهران، كانت المسيرات اللي جهزها بطهران طالعة وبلشاني تقذف بالمضادات، بلشاني تدمر المضادات داخل إيران. يعني هذا الأمر ما حدا كان متوقعه. يعني هذا التاريخ بي بي بعد مئات السنين الحروب وتاريخ الحروب بتعلم هذه الأساليب، كيف إسرائيل قدرت كمان مع حزب الله وكمان مع إيران تسيطر على المعركة وتسيطر على الحدث وتدير الحدث بقدراتها. نحن لنا كم سنة عم نتدرب ونتجهز لهي الحرب. هي نقلة نوعية في شكل الحروب صراحة، استخدام التكنولوجيا صحيح. والمخابرات، يعني دمج المخابرات مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذا بصراحة يحسب لإسرائيل استطاعوا. والجرأة اللي موجودة عند الموساد مش موجودة عند ولا عند أي جهاز مخابرات بالعالم. إذا كان حدا بيقلي قبل سنة أو سنة ونص إنه الطيران الإسرائيلي بيطلع من إسرائيل وبيوصل على إيران بدون ما يتعرضوا مضادات طيران بسوريا وبالعراق وبإيران، بقول لك كذاب، شو الهبل هذا. أما لاحظ اليوم الطيارات الإسرائيلية رايحة جاي، بيقولوا من 45 سنة ما كان ولا طيارة إسرائيلية من إسرائيل لإيران ولا من إيران لإسرائيل. اليوم الطيران من إسرائيل فقط على إيران، يعني ما في طيران للعالم، في طيران بس على إيران. فاهم كيف؟ يعني اليوم أنت قديش بتكون إنسان اللي بتكره إسرائيل، أما اليوم أنت بدك يعني مجبور تحترم قدراتها وتحترم ذكائها. أخي أكثر من 75 سنة العرب والمسلمين عم يدعوا على إسرائيل. اليوم نحن شايفين بأي صف الله موجود، مع مين الله موجود اليوم. انتم شايفين يعني الإنجازات اللي أنجزتها إسرائيل. صحيح العقل الإسرائيلي قوي جدا، لكن كمان الإنسان المؤمن يؤمن إنه في إيد إلهية بهذه الإنجازات. فاليوم نحن موجودين بنقطة محورية، واليوم كل إنسان لازم يقرر لوين توجهه. نحن اليوم جايين نعمل ثورة انتقالية من الاضطهاد والرجعية إلى الازدهار والتطور والتقدم. يعني شو بينقص سوريا إن تكون مثل الإمارات؟ أصلا انتصار سوريا الصدق هي والعدل. الدولة اللي عملت كل التجارة القوية والتجارة الصلبة. سوريا وإيران قبل الحكم الإسلامي وحكم الاضطهاد كانت سوريا وإيران من أقوى الدول تجاريا واقتصاديا. فكيف صاروا اليوم من أفقر الشعوب؟ استاذ مندي، في آه، آية قرآنية، يعني بما معنى الآية، تقول
أن الله ينصر الدولة أن الله لا ينصر الدولة المسلمة إن كانت ظالمة، والله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة. فهذه الدول العربية تفتقر إلى العدل والصدق، صحيح. تظلم الشعوب. يعني اذا فرد بتاخذ نعم. اذا بتاخذ ابسط الامثله، انت بتروح بتشتغل عند واحد عربي، اذا ما بينصب عليك بمعاشك بعرق جبينك، حديث ما واقعي بيحلى صحيح. له عيش. يعني لاحظ، انا يعني الي علاقات كمان اقتصاديه مع دول عربيه. في بعض الدول ودولة جارة إلنا اللي التاجر بهذه الدولة بتعملوا صفقة مشتركة عندكم أرباح مشتركة، بياخذ الربح تبعه وبصير يطلع الربح تبعك كيف بده ياخذ من الربح تبعك. فاهم كيف؟ يعني مع انه بالقرآن بيقول لك ممنوع تاخذ الربا، واكثر دول تنتهك حق الشعوب وبتاخذ الربا هي الدول الإسلامية. صحيح. خلينا نرجع للمواضيع السياسية المهمة خصوصا الإقليمية. تصريحات أردوغان الأخيرة أنه يجب على تركيا التسلح بشكل سريع بالصواريخ المتوسطة وصواريخ بعيدة المدى. وأيضا شفنا تصريحات لهم ببناء مفاعل نووي، شفنا تصريحات الأحزاب القومية خصوصا بخشلي يؤكد على هذا الموضوع، يقول لك الدور قادم على تركيا. هل ستسمح إسرائيل بإيران جديدة بالقرب من حدودها؟ أكيد لا. يمكن المطالبة أو الإرادة، بتعرف يعني كل واحد مسمح له يحلم، أي إنسان مسمح له يحلم، لكن الحلم بيظله حلم، والأحلام التركية بنخليها أحلام، يعني مش ممكن تتحقق. التوازن الإقليمي مش ممكن يسمح لتركيا إنها تتسلح لا بنووي ولا بأسلحة اللي ممكن بهاي الأسلحة إنه تهدد دول إقليمية، وخاصة دول إقليمية مهمة مثل إسرائيل. طيب ذهاب إيران ألا يخل بالتوازن الإقليمي اللي كان موجود، ويعطي الضوء لتركيا بأنه تكون هي أكبر دولة تقريبا موجودة في الشرق الأوسط، وهذا يخل بالتوازن الدولي لا، اللي كان يمكن موجود؟ ممكن كمان نطلع فيها للجانب الآخر. ممكن إنها تكون رادعة لتركيا، إنه هدي لوين رايحة. طيب أنا من خلال الدراسات اللي عملتها على الشعوب في المنطقة كلها واستطلعت آراء طويلة جدا على مدار 15 سنة، أكثر الشعوب اللي هي ما بتقبل بوجود دولة إسرائيل هو الشعب التركي، حقيقة هاي. نعم، 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 فأي معروف هذا حكومة أن الأمر. تأتي في المستقبل وكذا وهاي راح يكون في خطر على. لا، لقل لك شو قبل أردوغان. يعني أنا عايش الفترتين. أنا اختيار كافي إنه قبل أردوغان وبعد أردوغان. فقبل أردوغان بالعكس كانت العلاقات مع تركيا رائعة جدا، وكانت يعني العلاقات الاقتصادية من أقوى العلاقات. العلاقات السياحية، أنا كنت بالتسعينات كنت أعمل بمكتب سياحة، وكنت مدير مكتب سياحة. فتركيا كانت أكثر منطقة سياحية بزوروها الإسرائيليين. إذا متذكر قبل دخول أردوغان لوالي إسطنبول، كانت أنور السادات. إيه كانت تركيا يعني ملك الكازينو بالمنطقة. نعم. فإسرائيلي صديق كان شريك بكازينوهات الإمبريال بتركيا، 50% بالأوتيلات وبالكازينوهات. وكانت تطلع أعداد هائلة كل أسبوع على تركيا من إسرائيل. يعني لما إجا أردوغان، طبعا مش بشكل مباشر،
أخذ تدريجيا، الأمر أخذ تدريجيا، والعلاقة بين إسرائيل وتركيا بدأت بالتدهور تقريبا بنصف الفترة تبع أردوغان. يعني أخذ له فترة معينة. وبتعرف أنه أردوغان كان هون بإسرائيل بفترة شارون حتى، وكان يقول أنه إسرائيل هي العمود الأساس بالاقتصاد التركي. لكن اليوم أردوغان لما صار يتقدم نحو تحقيق حلم الإمبراطورية وصار يشتغل عليها بشكل قوي، هذا بعتقد أي سنة كانت محاولة الانقلاب اللي افتعلها أردوغان؟ 2016. 2016 وما فوق. بديت التصعيد من ناحية أردوغان، لأنه 2016 هو بدي بتعرف هو افتعل الانقلاب لا يقدر يمرق قوانين اللي ما كان يقدر يمرقها قبل محاولة الانقلاب. فهو أخذ الانقلاب كذريعة أو محاولة الانقلاب كذريعة لحتى يقدر يخنق الشعب تبعه ديمقراطيا، بما أنه دولة صديقة بالحلف الأطلسي، فكان مضطر يكون ماشي على نهج معين من الديمقراطية. ومحاولة الانقلاب يعني سمحت له أنه يقوم بأعمال ديكتاتورية بتركيا، ومنها بدي التصعيد ضد إسرائيل، وبدت العلاقات تتفكك شوي شوي مع إسرائيل. وحتى لما مع أنه في علاقات دبلوماسية بين تركيا وبين إسرائيل، كان أكثر دولة رفضت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وعمل عليهم حرم لفترة طويلة، لحتى جماعة الاقتصاد أو التجار تبع تركيا صحوا من النوم وقالوا له أردوغان لوين رايح؟ نحن عم نخسر الملايين بسبب هذا العداء اللي عملته مع الإمارات ومع البحرين. ولهذا السبب رجع وتوسل للخليجيين انهم يسامحوه على الغلطة اللي عملها. طيب السؤال الآن، كيف سيتم شرق أوسط جديد من دون تقسيم تركيا مثلا، من دون أن يكون تركيا أيضا مقسمة؟ شوف، ما معنى الشرق الأوسط الجديد؟ أنا ما بقدر أوعدك بتقسيم عدم تقسيم تركيا، أنا ما بقدر أوعدك فيها. أردوغان مش راح يستمر بعد 28، يعني الانتخابات 28 مش راح يشارك فيها أردوغان. فربما التغيير اللي بده يصير بتركيا يفتح إمكانيات جديدة، ويفتح صفحة جديدة بتركيا. يعني معقول يجي رئيس تركي اللي يعترف بحقوق الشعب الكردي ويتعامل مع بصورة علمانية. لا يستطيع الاعتراف أستاذ مندي حسب الدراسات اللي قمت بها أنا شخصيا، لا يستطيع الاعتراف بحقوق الشعب الكردي، لأن الشعب الكردي يمثل أكثر من نصف الشعب التركي. فأي ديمقراطية في تركيا، فتح الآفاق الديمقراطية من دون الاعتراف بالحقوق الكردية، هذا يعني سيطرة الكرد على الحكومة بشكل كامل في تركيا، وهي معضلة ديموغرافية كبيرة جدا في تركيا. هذا اللي أنا متأمله بالانتخابات 28. نعم. اللي أنا متأمله بالانتخابات 28 إنه تقوم قوة كردية، يعني تستطيع أن تسيطر على جزء كبير من الحكومة التركية، وتستطيع أنه قانونيا وديمقراطيا إعلان الاعتراف بكردستان. لا أعتقد أبدا، لأنه الوضع في تركيا مجرد الاعتراف بالديمقراطية
وأعطاء الحقوق الديمقراطية للشعب الكردي، ما بقول لك اعتراف، أعطاء الحقوق الديمقراطية في الانتخاب مثلا، هذا يؤدي إلى حرب أهلية ما بين الأتراك نفسهم، وهذا يؤدي إلى فناء تركيا. هذا أمر أنا واثق منه تماما، لأنه تركيا أيضا مثل هل إيران هذا الامر هل هذا الامر يؤدي لاسفك؟ لا، أنه في ضحايا كتير رح يصير، رح يصير ضحايا كتير من الشعوب اللي موجودة. أنا ما بي، أنا بالعكس أنا أتمناها شوف تنقسم امبارح مو اليوم حقيقة. شوف لا يمكن ان تخوض حرب بدون ضحايا. لا يمكن ان آه، تسعى لتغيير بدون خسائر. يعني هذا حال العالم. يعني نحن شوف حربنا مع ايران، طبعا لما بدك تطلع تاخذ قرار، وخاصة قرار هجوم، مش قرار رادع العدوان، الا قرار الهجوم على دولة مثل ايران، بدك تعمل حساباتك لحد اي مدى انت مستعد انك تضحي من اجل هي لتصل لهدفك كدولة. التوقعات باسرائيل كانت انه بسبب الصواريخ اللي بتضربها ايران على اسرائيل يكون في بين 800 ل 4000 قتيل. هاي التوقعات الاسرائيليه، تعرف الحد الاعلى لحد اليوم. يعني نحن اسبوع من الحرب تقريبا سيطرنا سيطره كامله تقريبا على ايران. في عندنا 14 قتيل، مش 400، 14. التقدم بالمعركه اللي نحن عملناه خلال اسبوع كان متوقع انه يحتاج 3 اسابيع. التقدم بالمعركه تقدم سريع جدا. عدد الضحايا يعني ما بيوصل لل 10% من المتوقع. فهذا انجاز كبير. لما انت بدك تفوت على معركه انت بدك تاخذ الحد الاعلى. يعني هل انت قادر على تقبل الحد الاعلى ولا لا؟ وبدك تعمل احتمالات كثيره بهي الحرب. فاعتقد انه بتركيا من الطرفين رح يكون في استعداد للتضحيه، استعداد للتضحيه لوصول لهدف معين. مين اللي بيربح من الجنبين؟ هذا السؤال بينسأل بعد نهايه هذا الامر. لكن انا بعتقد انه الاكراد بتركيا لازم يبداوا يخططوا لساعة الصفر. تخطيط لساعة الصفر لازم تكون تحديد موعد الإعلان عن استقلال كردستان تركيا. هل تعتقد أن القوى الدولية وعلى رأسهم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الغربي وإسرائيل ستكون سند للكرد إذا ما اتخذوا أو قرروا كشعب أن يقوموا بأول خطوة مثلا بإعلان الاستقلال أو حتى إعلان الحرب مثلا على تركيا؟ شوف، هرتزل بيقول وإذا أردتم فإنها ليست بمعجزة. أول شيء بدك تكون عندك الإرادة، وهذا اللي أنا قلته لدلشاد برزاني بأحد الاجتماعات اللي كنا فيها. وقلت للشعب الكردي بتذكر لما عملوا الاستفتاء على الاستقلال، إعلان عن الاستقلال بكردستان العراق كان تم إنجازه بشكل ناجح، وكان داعم إسرائيل وأمريكا ودول كثير بأوروبا كانت داعمة لهذا الاستقلال لو تم الإعلان عن الاستقلال.
بختلف معك أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت داعمة، ولذلك أطلقوا يد انا قاسم انا جلست سليمان. بالستيت ديبارتمنت، جلست بالستيت ديبارتمنت وناقشت الموضوع مع جهات مختلفه بالستيت ديبارتمنت، والجميع كانوا متوافقين معي. لكن الستيت ديبارتمنت قالنا الموقف الامريكي لم يكن مبادر. هذا الفرق بين انه يكون داعم او مبادر. طيب أطلقوا يد قاسم سليماني العدو اللدود إلهم، وهو اللي فشل المشروع بأخذ مدينة كركوك وقته، وكان ترامب في الحكم. وترامب ما يعني كنا لا، كلياتنا نعتقد انه لم يطلق يد سليماني، قطع راس سليماني. بعد في بثلاث سنوات. احداثيات، في احداثيات اللي تم التشويش عليها. آه، آه، واحدة من الأسباب اللي أعطت ترامب القرار، يعني إنه يغتال سليماني، كان الموضوع الكردي. ترامب اغتال سليماني، أحد البنود اللي أدت لهذا الاغتيال كان الموضوع الكردي. طيب جميل. ترامب اليوم أعلن أنه في فترة أسبوعين آخرين راح يعطي الدبلوماسية، ونحن نعرف هاي كلها مراوغة سياسية حسب خبرتي أنا. أو قال من هون لأسبوعين، من هون لأسبوعين. يعني من هون لأسبوعين. يعني ممكن من هون بكرة. لأسبوعين يعني ممكن بعد ساعة، ممكن بكرة، ممكن بعد يومين. هاي هاي لغة الدبلوماسية اللي أحيانا خاصة بالحروب أنت ما بتحدد ساعة وتاريخ إمتى بدك تقصف. أنت بتقول نحن بدنا نقصف، إمتى استنوا. هل تعتقد ترامب عم بيعطي أريحية كتير لإسرائيل، خصوصا بعد الآن زال الخطر، يعني يوم ورا يوم هلا عم بتخف ويزيد عوامل الأمان بشكل كبير بالنسبة للمدنيين في إسرائيل الآن، أنه يعطي أريحية لإسرائيل، خصوصا اليوم شحنات الأسلحة وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول عديدة جدا. أريحية في ضرب النظام الإيراني لحتى يوصلوا لمرحلة السقوط، يعني عطاء أنه مرتاحين وما في شوف، ضغوط من الشعب الإسرائيلي الآن، وما ما في في ضغوط من حدا ضحايا. اليوم. نعم. اليوم ما في ضغوط من حدا، لا من أمريكا، لا من أوروبا، ولا من الداخل الإسرائيلي. بالعكس. عوامل الأمان بشكل كبير بالنسبة للمدنيين في إسرائيل الآن، أنه يعطي أريحية لإسرائيل، خصوصا اليوم شحنات الأسلحة وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول عديدة جدا. أريحية في ضرب النظام الإيراني لحتى يوصلوا لمرحلة السقوط، يعني عطاء أنه مرتاحين وما في شوف، ضغوط من الشعب الإسرائيلي الآن، وما ما في في ضغوط من حدا ضحايا. اليوم. نعم. اليوم ما في ضغوط من حدا، لا من أمريكا، لا من أوروبا، ولا من الداخل الإسرائيلي. بالعكس، اليوم الكل شايف أنه لا يوجد حل، وخاصة بعد التقارير آه، اللي أظهرتها الوكالة النووية. ولا واحد متأسف على إيران اليوم، ولا واحد. حتى بعض الدول اللي عم بتندد بالهجوم، ولا واحد متأسف على الأمر. حتى بوتين. تمام. بوتين ما بيقدر اليوم يقف ويصرح دعم لإسرائيل، لكن الاتصالات اللي موجودة بين نتنياهو وبوتين اتصالات مستمرة وتنسيق مستمر وكامل. أنا شفت في حديثك اليوم على العربية الحدث لما بعثت لي الظهر، سكاي وسألك نيوز. لا، سكاي نيوز عفوا. نعم، على سكاي نيوز. تحدثت المذيعة عن سؤال، وأنه الاتفاقيات الدفاع المشتركة الموجودة ما بين إيران وروسيا، وهي ما هي اتفاقيات دفاع مشتركة، هي اتفاقيات تبادل تبادل معلومات. وهنا كان الخطأ، وراجعت فيها الاتفاقيات كلها، هي اتفاقيات ليست اتفاقيات دفاع، لا يوجد بين روسيا وإيران أي اتفاقية دفاع مشترك. صحيح، لأنه للأسف إذا لاحظت
كيف تصرفت المذيعة، خاصة هاي المذيعة تحديدا، صح. هي معادية لإسرائيل، فدائما صح. بتجيب أمور اللي هي غير صحيحة وأحداث نعم. غير صحيحة. يعني اليوم حكت أنه المضادات الإسرائيلية فشلت بتصدي الصواريخ الإيرانية، صحيح. رغم أنه 98% نجاح للمضادات الإسرائيلية. وبالعكس آه، الصواريخ الإيرانية أثبتت نفسها أن صواريخ من كرتون. صحيح. كنت ف أتمنى أنه أنا أكون لحتى أفهمها أنه من أين لك هذه المعلومات. يعني لا توجد أي اتفاقية دفاع مشترك ما بين روسيا وإيران، هي لا في عبارة عن في اتفاقية تبادل معلومات لا دفاعية. في إيران بتشتري من روسيا أسلحة، وروسيا بتشتري من إيران أسلحة. يا أستاذ مندي، مثلا روسيا اتفاقيات الدفاع اشترت، ايه، روسيا لا، اشترت من ايران اتفاقيات مسيرات اللي هاجمت فيها اوكرانيا. هلا هذا هاي تجارة عسكرية، لكن ايه اتفاقيات الدفاع المشترك تعني أي اعتداء على أي دولة من اللي موقعين على اتفاقيات الدفاع المشترك يعتبر اعتداء على الدولة الثانية ويحق لها دخول الحرب والدفاع ايه عنها. صحيح روسيا صحيح غير ملزمة بالدفاع عن إيران، وهنا بالضبط. هذا لكن في النقطة فيديو المهمة. في نعم. فيديو في فيديو اللي هو كان مذيع عراقي، ببعث لك الفيديو، فيديو حلو كثير. مذيع عراقي عم يعمل مقابله مع السفير الروسي، بيقول له هل روسيا تدعم محور المقاومة؟ قال له نعم روسيا تدعم محور المقاومة. قال له طيب ليش روسيا ما دعمت الميليشيات بالعراق؟ قال له كيف ما دعمتهم؟ دعمتهم. قال شو بالدعاء؟ قال له ايش وين مستكف يعني مستخف ب 120 مليون روسيا عم يدعوا للميليشيات. يعني إقليم شوف متخلف. نعم. لوين الاستهزاء الروسي بالمبادئ الإيرانية والعراقية سوية، أو بمحور المقاومة اللي طلع محور آه، محور نكاح أكثر ما هو محور مقاومة. نرجع فلا للوضع يوجد اتفاقية بين روسيا لا وإيران، ما لا في توجد، اتفاقية من النوع. ما في اتفاقية دفاع مشترك. وأنا كنت أتمنى أنه، لأنه ما أعطيتك أنت الدور، أعطيت للمحلل السياسي الآخر الدور بأنه ايه هو يجاوب. لو أنا موجود كنت أعرف شلون بجاوبها. لا توجد أي اتفاقية ما بين روسيا، وأنا مطلع على الاتفاقيات الدولية بشكل، لأنه هذا عملي بشكل كبير جدا. نرجع للموضوع الأساسي اللي ما جاوبتني فيه، دور باكستان والتهديدات اللي حصلت بالفترة الأخيرة ببداية الحرب اللي حصلت. الآن نحس أنه باكستان نوعا ما حدت من تهويل التصريحات اللي كانت تطرحها في الفترة الأولى. طبعا باكستان يعني الصين، نحن نعرف العلاقات الاقتصادية ومسألة المصالح المشتركة ما بين الصين وباكستان والمعابر الاقتصادية هاي كلياتها. هل باكستان تستطيع التدخل في هاي الحرب، ولا هي عبارة عن تصريحات؟ لكن خلينا نقولها بشكل غير عاطفي طبعا. استبعد هذا الأمر تماما، لأنه للصين في مصالح كبيرة مع إسرائيل. صحيح. ولاحظ الصين يمكن الدولة الوحيدة بهذا المحور أو بهذا الجانب اللي ما طلعت تصريحات ضد إسرائيل قوية أو رسمية. لا، والصين معروفة بالعالميا بالتاريخ آه أيضا هي ما خاضت آه حروب ولا تدخل في حروب نهائيا، لا هذا تريد أمر. حروب. لا تريد حروب. نعم. باكستان بالأول طلعت مراجل، بتعرف صح. المراجل الإسلامية العادية يعني، لكن لما شافت إيران عم تاكل كفوف واحد ورا الثاني همدت سكتت. والباكستان اليوم أدركت إنه إسرائيل إذا بيضطرها الأمر بتصل للباكستان، وبتعرف الباكستان إنه إسرائيل في عندها حليف قوي على حدودها، الحليف الهندي. نعم. ف
لا أعتقد أنه الباكستان بتكون بهاي الحماقة يعني وبتعمل المجازفة. تحليلي الصحيح اللي طرحته للكرد، وقلت لهم دخول باكستان للحرب يعني دخول الهند، ودخول صحيح. الهند يعني دخول الصين، ودخول الصين يعني دخول الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، يعني حرب عالمية ثالثة. يعني حرب عالمية ثالثة ولن يرضى فيها وأنا كل الدول. أستبعد حرب عالمية ثالثة. أنا أستبعد، لأنه ليش؟ إيران يعني حتى خاصة بعد إن أثبتت إن أوهن من بيت العنكبوت. ما في دولة اللي اليوم مستعدة إن تجازف من أجل إيران. لاحظ روسيا اليوم، بأكد لك إنه روسيا اليوم مبسوطة كثير من القتل اللي عم تاكلها إيران. وروسيا أكيد بوتين كان عم يتشكر نتنياهو على الضرب اللي عم يضربه بإيران. بتعرف ليش؟ لأنه إيران طعنت روسيا بالسكين بظهرها. صح. لما روسيا في بدت سوريا. الحرب لما بدت الحرب روسيا بأوكرانيا، واضطرت ان تطلع قوات من سوريا على روسيا، ترجعهم يعني ليحاربوا بروسيا. استغلت هاي الفرصة في نقطة الضعف. إيران استغلت هاي نقطة الضعف وسيطرت على مناطق كانت محسوبة لروسيا. وهذا الأمر أحد سفراء روسيا بأوروبا حكى لي إياها بشكل شخصي. يعني إيران أثبتت إنها مش صديقة لروسيا. وتركيا أثبتت أنها ليست صديقة لروسيا، يعني حتى استهزأ في ترامب وقال بالضبط. أنت رجل ذكي واستطعت أن تضع سوريا في يدك، وهي كانت رسالة مباشرة للروس بأنه أردوغان قد خانكم في هذا الموقف. صحيح. فالروس ليسوا مستعدين لا الدفاع لا عن الأتراك ولا عن الإيرانيين، هذا أمر واضح. طيب السؤال الذي يطرح نفسه الآن، أنتم جئتم بأحمد الشرع إلى الحكم، لا خلينا نحكيها هلا لا باللي بيحكوها بالإعلام بشكل عام، بس لحتى توصل نوضح الفكرة. أوضح. نوضح الفكرة. ايه. إيه. أحمد الشرع جاء نقول بالقوى العالمية اللي حبت أنه هو يستلم السلطة في دمشق، وكان الهدف منه أنه يعني المضاد للأذرع الإيرانية والقوى الإيرانية الموجودة في المنطقة، أنه هو اللي يكون البديل عنها أو يحارب الإيران الموجودة. الآن إن ذهبت إيران، هل بالضرورة سيذهب مع أحمد الشرع لأنه ما بقى له شغل؟ خليني أوضح الصورة تفضل. بشكل دقيق. اللي جاب الشرع على الحكم بسوريا هي المعارضة السورية المختبئة في دول أوروبا. لما أنت بدك تعمل انقلاب على الحكم، وتغير النظام، لازم تكون على أرض المعركة. مش لازم تهرب على أوروبا تطلب لجوء. مش لازم تقعد بالسويد وتقول أنا بدي أكون رئيس سوريا. من السويد ما فيك تيجي على ال قصدك كمال اللبواني؟ أنا المفروض أي على واحد. الطاير. أنا أي المفروض على واحد. أي الطاير. واحد. إيه، مو أنتوا أي أخذتوا واحد. على إسرائيل لا وعمل. لا لا. صحيح أنه أنا أمنت له أنا الدخول على بعرف كل شيء إسرائيل. أستاذ مندي، صح، أنت إيه. مانك حاكي لي، بس أعرف كل صحيح. شيء يدور في صحيح. العالم، إيه. صدقا بقولها، لأنه أنت صحيح. أخذته على إسرائيل واجتمع مع بعض أعضاء حزب الليكود لا 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 وقتل. لا 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 لا. كمال طيب. اللبواني اجى على إسرائيل واجتمع فقط مع أكاديميين. لم يجتمع ولا مع أي سياسي إسرائيلي. نعم. وهذا كان ضد الموقف اللي أنا كنت بدي إياه. يعني أنا كنت بدي أخليه يجتمع مع وزارة الخارجية، مع مكتب رئيس الحكومة، مع أعضاء كنيسة، مع وزراء. هو اختار أنه يجتمع مع اليسار المعارض ومع الأكاديميين. ليش؟ لأنه اللي دفع له الأوتيل وتذكرة الطيارة
كان واحد من الجنب الآخر. مهم. أنا أمنت له الفيزا وأمنت له تأشيرة من الدخول حزب والدخول على إسرائيل. من حزب العمل عفوا هو حزب لا، العمل هو الإسرائيلي. داعم، هو داعم الشخص اللي جابه، حزب العمل داعم الإسرائيلي. لبيني جانتس. أنا بعرف. آه، حزب العمل إيه. الإسرائيلي. طيب أحمد الله فكمال أنه اللبواني، كمال اللبواني ضويع فرصة مهمة جدا لما لله اجى قضى على على اليوم. أنه إنسان طبعا. متخلف عقليا ايه. ولو هذا هسا نرجع كان لموضوعنا، نرجع نرجع له. لموضوعنا. نعم. هروب المعارضة المعتدلة و... و... وتواجدهم بأوروبا، يعني لحد اليوم ما لقينا ولا مش شايف ولا معارض سوري عنده أي نشاط ليعمل أي تغيير أو أي شيء بسوريا. أنا كنت الجولاني المعارض هو الوحيد في الوحيد. الثورة السورية لكني كردي مرفوض. ايه. الجولاني هو كان الوحيد اللي موجود على الأرض، واللي موجود على الأرض هو اللي بيستبق الأمور. نحن الحرب اضطرتنا انه نقضي على حزب الله ونقضي على وجود ايران بسوريا. هذا كان ضروري، ضرورة امنية عسكرية، وما قدرنا نمتنع عنها. وهذا الشيء شكل فراغ، خاصة لما بشار الاسد هرب على روسيا. هذا الشيء عمل فراغ. هالفراغ مين بده يعبيه؟ الشخص المتاح الموجود، وهو الشخص المتاح الموجود. يعني تركيا جهزته للجولاني لهي المرحلة. طيب أنت حضرتك قلت لضرورة عسكرية أمنية جاء نعم. الجولاني، وإذا زالت الأسباب الأمنية لا، والعسكرية. لضرورة عسكرية وأمنية. نحن سحقنا حزب الله وطردنا إيران من سوريا. اللي صار بعدين هو استغلال الفراغ اللي صار بعد العمل العسكري اللي قامت فيه إسرائيل. طيب ولاحظ، بعد زوال إثبات الضرورات. لعدم إثبات لعدم قبولنا بوجود الجولاني. إسرائيل من أول يوم قصفت كل المعسكرات وكل القدرات العسكرية السورية، إذا كان من سلاح الجو ولا من الدبابات ولا من الصواريخ، كل شيء طيب خليني إسرائيل أطرح السؤال قصفته بطريقة ومحته. خلينا نطرح السؤال بطريقة أخرى. طبعا احنا أنا متابع جدا للداخل الإسرائيلي، حتى صحفهم وكذا، تصريحات الساسة الإسرائيليين كلياتها. شفنا تصريحات كثيرة لوزير الخارجية وحتى رئيس الوزراء كثير، يعني وحتى وزير الدفاع ذكر فيها بكل وضوح: نحن جبناك على السلطة لأحمد الشرع. طبعا نحن واضح. كنا السبب انك جيت على السلطة، صحيح. نحن ما في كنا مشكلة. السبب، ايه. ما نختلف على هذا الموضوع، بس السبب أو تدقيق الترجمة. ما في مشكلة للموضوع هذا كله. هذا لضرورات أمنية وإزالة بشار الأسد اللي موجود، اللي هو حليف لإيران بوقت أنه يهيأ لضرب إيران والمفاعل النووي الإيراني، هذا نفهمه. الآن ذهبت إيران، هل ستسمح إسرائيل بحماس وتنظيمات راديكالية إسلامية سنية جديدة على مشارف حدودها مرة أخرى؟ فأنتم خلصتوا من اكيد حماس، لا، جبتوا 10 حماس. اكيد لا. لهذا السبب انا قلت الجولاني التاريخ الصلاحية تبعه لآخر السنة، لكن هذا الأمر كمان بيحتاج لمبادرة سورية من المعارضة العلمانية الليبرالية. تمام. يعني أنا ما بقدر اليوم روح جيب صالح من ألمانيا وحطه على الكرسي بالنظام. أكيد. هذا الأمر لا أنا بعمله ولا أمريكا بتعمله. أمريكا عملت هاي الغلطة بالعراق وندمان عليها لليوم. عودة المعارضة العلمانية والمعارضة الليبرالية على سوريا والسيطرة على الحكم، نحن بنجهز للعوامل، لكن نحن لحالنا ما بنقدر نعمل التغيير. بنفرض جدلا انه الشعب السوري هو نفسه ما بده يتغير وكذا، واللي بيجي بيطبل له. الان الشعب السوري اللي موجود تقريبا، خلينا نقول
بيطبل لأي إنسان يجي، وطبلوا لأحمد الشرع مثل ما طبلوا لبشار الأسد. لانك انت عم الفرق؟ تسمع، انت عم تسمع بس المطبلين. لا، بشكل عام الصوت عم نحكي. العادي ما هو لما بتكون أنا انت بقول العرب موجود. السنة هنا، ولا أذكر ايه فيها ايه ايه بقية الأقليات. حتى بالسنه، حتى السنه، لما انت بتكون موجود باستاد كره قدم، كل استاد قاعد وعم يشوف المباراه بصمت. اما في واحد عم يصيح باستاد، كل استاد بيسمعه. صح ولا لا؟ صحيح. الصوت المسموع هو اللي بيعطيك ايحاء انه هذا يمثل الجميع. بالعكس، بين السنه بسوريا اليوم في معارضه كبيره كثير معارضة داخل علمانية، سوريا. نعم. معارضه سنيه علمانيه داخل سوريا موجوده، وانا على تواصل مع عدد كبير منهم، لكن بحاجه لاكثر. يعني في عندك قوى معارضه مهمه طيب، جدا. لنفترض جدلا لم ينجح هؤلاء، هل سترضى إسرائيل بأنه يكون على حدودها 10 تنظيمات مشابهة لحماس مستقبلا؟ لا، مش راح يكونوا على حدودها، لأن إسرائيل اليوم مسيطرة على كل الجنوب السوري. يعني الجنوب السوري راح يتحول إلى منطقة عازلة. موجود اليوم الجنوب السوري منطقة عازلة. هل تطمح الجيش إسرائيل في الإسرائيلي هل تطمح لا تطمح لإسرائيل؟ بالتوسع. لا لا، تطمح بالتوسع. مو التوسع بس، خلينا، هل تطمح إسرائيل لأن توقع اتفاقيات سلام مع أحمد الشرع في المستقبل، وتثبت هذا على أساس أنه هي اتفاقيات مع سوريا؟ لو السؤال كان مع سوريا فبقول لك نعم. مع مع الجولاني أنا لا أقول أحمد الشرع، اسمه الجولاني. نعم. مع الجولاني لا يمكن أن نعقد أي اتفاقية سلام، لأنه نحن ما بنأمن انه الارهابي يمكن التعاقد معه باتفاقيه سلام. طيب، شو سبب اللقاءات اللي حصلت في أذربيجان لم واستغرقت أيام تحدث طويلة؟ لقاءات، لم تحدث لقاءات. اللقاءات حدثت بين اسرائيل واتراك. اسرائيل حطت على الطاوله شروطها للاتراك، الخطوط الحمر لوين مسمح لكم توصلوا. بعد ما قصفت مطار التي طيران. 4 وال آه، وحما، لانه تركيا جابت المضادات، حطتها بالتي 4، اسرائيل اجت قصفتها. فالاجتماع اللي كان باذربيجان كان مع الاتراك فقط لتحديد الخطوط الحمر. لهون مسمح لكم توصلوا، ما بنقبل توصلوا لبعد هاي الخط. هل هذا اللي ستسمح كان. هل ستسمح إسرائيل لتركيا بإنشاء قواعد جوية وإدخال منظومة الإس اكيد 400 لا، إلى سوريا؟ اكيد لا، اكيد لا، اكيد قواعد لا، جوية ثابتة حتى في الشمال السوري؟ اكيد لا. أنا حسب علمي الاتفاقية لم ترضى إسرائيل في أذربيجان بأي قاعدة عسكرية ثابتة في اسرائيل سوريا. لم تقبل ولن تقبل أي قاعدة عسكرية تركية في سوريا، وخاصة مضادات عسكرية في سوريا. مش ممكن إسرائيل تقبل هذا الأمر. ولهذا السبب إسرائيل قصفت بالتيفور وقصفت بمناطق أخرى. ولما إسرائيل قصفت طلع الطيران التركي، جاهم التحذير الإسرائيلي، لفوا ورجعوا على قواعدهم. طيران التركي لم يتجرأ أن يتصدى للطيران الإسرائيلي في سماء سوريا. هاي النقاط اللي حطتها إسرائيل، هاي النقاط اللي حطتها إسرائيل على الطاولة في أذربيجان. كان اجتماع واحد ولم يتكرر، اجتماع بس لتوضيح الخطوط الحمر. لم يحدث ولا أي اجتماع مع جماعة الشرع. في محاولات انه ترويج انه كان في وفد من عند الجولاني على اسرائيل. هذا كذب. كان موجود صحفي معارض سوري، صحفي اسمه الكسندر
كان هو ساكن بفرنسا، كان موجود بإسرائيل، وكان في حفل استقبال لوفد مغربي بوجود ألكسندر. وهذا الأمر يعني كان في اعلام سوريه، اعلام المعارضه السوريه، وهذا الامر اللي خلاهم انه يطلعوا هاي الدعايات انه كان في وفد من قبل الجولاني. لكن لا كان ولا وفد من قبل الجولاني باسرائيل. لم نجتمع مع وفد من الجولاني، والخطوط الحمراء الاسرائيليه موجوده وقائمه ومستمره، وما في غير هيك. هل تعتقد أن العداء ما بين إسرائيل وتركيا راح يتطور إلى العداء شبه اللي موجود ما بين إسرائيل وإيران على نفس لا الشاكلة؟ لا، ما بعتقد. الشعب التركي مش رح يسمح لأردوغان انه يوصل لهي المرحله. المخابرات التركيه مش رح تسمح لأردوغان انه يوصل لهي المرحله. وال التجار الاتراك لم يسمحوا لأردوغان انه يوصل لهي المرحله. أردوغان زائل بعد كم سنه، سنتين، سنتين ونص، بينتهي يعني وجوده، وراح يصير تغيير. اعتقد انه تغيير ايجابي بتركيا وقريبا. حضرتك تظن أن تركيا ستتحول إلى دولة ديمقراطية ويكون فيها حقوق للشعب الكردي وللشعوب اللي موجودة و... وهذا هذا الامر اللي تم بحثه باجتماعات مع جهات اوروبيه وجهات تركيه معارضه لاردوغان. وهي الامور في امور بدها سنوات تجهيز. فهذا احد الامور اللي يتم التجهيز له. التغيير بالمنطقة يجب أن يكون، لا يمكن للإسلام المتطرف أن يستمر بالسيطرة على المنطقة. والمنطقة كمان في دعم خليجي لتغيير ملحوظ بالمنطقة. لأنه اليوم أنت عم بتلاحظ أنه في النزاع الأقوى بالشرق الأوسط هو بين السعودية وتركيا. هذا النزاع الأقوى اليوم. نزاع على الشرق الأوسط الجديد، ايه، المشروع الملي التركي وامتداداته. اليوم النزاع الأقوى هو بين السعودية وتركيا. أليس لدى إسرائيل طموحات بالتوسع، خصوصا لا تعتبر الأراضي التاريخية بالنسبة لها حسب التوراة لا لا والتلموذ لا اللي موجود؟ لا، اليوم ما في. اليوم الطموحات الإسرائيلية أن تحقق السلام والاستقرار بالمنطقة. أنه أقدر أنا أطلع من تل أبيب عن طريق بيروت، أتغدى ببيروت وتعشى بدمشق وكمل على تركيا، ومن هناك إلى أوروبا بالسيارة. هذه الطموحات. أستاذ مندي، حسب الدراسات اللي قمت بها أنا شخصيا، نجحت إسرائيل بالتطبيع مع جميع الدول العربية، خصوصا طبعا الحكومات هنا أقصد، لكن لم تستطيع التطبيع مع الشعوب العربية. لا يوجد شعب في الشرق الأوسط يمكن غير الشعب الكردي اللي هو ممكن يكون راضي بإسرائيل حقيقة الأمر. شوف، فهذه نعم. آه، صحيح، مع مصر والأردن يعني سلام. لا عملوا مع لا البحرين تستطيع. والإمارات وكله وين الدول لا كلها لا تقريبا. لا، مع الإمارات بالعكس. الإمارات والبحرين تطبيع مش سلام. في فرق بين التطبيع وبين السلام. التطبيع هو مع الشعوب، مع الشعوب أكثر من الحكومة. السلام هو بس مع الحكومة، يعني مع الحكومة أكثر ما هو مع الشعب. فالتجربة المصرية والتجربة الأردنية تجربتين فاشلتين. أنا لا أعتبر أنه في عندنا سلام مع مصر أو مع الأردن. صحيح. في وقف إطلاق نار، لكن ما في سلام. السلام اللي موجود مع الإمارات ومع البحرين
هذا السلام اللي ممكن نقول انه سلام تطبيع. اكيد الكذبة الفلسطينية موجودة وما زالت موجودة. هذا الجيل اللي ولد إلى الكذبة الفلسطينية يصدق إنه هاي الكذبة صحيحة، وهذا الأمر اللي بيوقف بيننا وبين كثير من الدول العربية. لكن نحن شايفين اليوم إنه في تغير كبير بالشرق الأوسط، في تغير يعني لا يصدق. كبير. إعادة رسم لا الخراط يصدق. يعني. إعادة رسم لأنه الخراط. مش بس إعادة رسم الخرائط، إلا نظرة الشعب العربي لإسرائيل اليوم آه، نظرة إجلال واحترام أكثر ما هي نظرة عداء. يعني إسرائيل اليوم حررت العالم العربي من اضطهادات كبيرة، إذا كان بسوريا أو بإيران أو بمناطق أخرى. والشعب العربي اليوم عم يشوف بالإسرائيلي كقدوة، اللي بيتأمل إنه تصير دولته مثل دولة إسرائيل، إنه العربي بالأردن أو بأي دولة عربية أخرى يعيش مثل الإسرائيلي. فاليوم يعني صحيح في عداء، لكن من ناحية ثانية لما بتيجي في فرق بين العواطف والعقلانية. لما بتحكي بالعواطف لا أنت معادي لإسرائيل، لما بتحكي بالعقلانية لا أنت مؤيد لإسرائيل. فاهم كيف؟ هذا في سؤال سياسي للداخل الإيراني قبل ما ننهي حديثنا. مستقبل السيد نتنياهو بعد التجاذبات اللي حصلت في الكنيسة الإسرائيلي خلال قبل 6 أو 7 أيام، حصل جلسة تصويت على رفع الحصانة عنه. هاي كانت واحدة من الخدع اللي استعملناها ضد إيران. تعرف لما أنت بدك تفوت على الحرب لازم تستعمل بعض الخدع نعم. لتقدر تفوت على الحرب بمفاجأة. عنصر المفاجأة هو عنصر مهم جدا. فلما ترامب عقد اجتماع أو قرر اجتماع مع إيران يوم الأحد، الحالة الصحية تبع نتنياهو اللي حالة جيدة جدا بس أعلنوا أنه حالته الصحية صعبة، محاولة المعارضة بإسقاط الحكومة، وتحديد زفاف ابن نتنياهو يوم الاثنين. هي نعم. كل الأمور هاي سوا كانت جزء من الخدعة للحرب ضد إيران. فوضع نتنياهو السياسي اليوم قوي جدا، قوي جدا. يعني أنا أعتقد أنه نتنياهو بالانتخابات السنة القادمة أتمنى أنه يترشح للانتخابات لأنه رح يفوز فيها. لكن الوضع الصحي والعمر يمكن يلعب دور بهذا الموضوع، لأنه أنا سمعته أكثر من مرة قال لن نترشح الانتخابات القادمة. لا هو ما قال أنه لن يترشح، قال أنه نحن بنخلي الشعب يقرر. طبعا يحتاج إلى نصر كبير الآن أمام الشعب الإسرائيلي، وخصوصا النصر على إيران وإنهاء أكيد أكيد هذا أكيد الرأي. هذا. وإن شاء الله النصر محتوم على إن النصر شاء الله. على حزب الله أكيد انحتم. النصر على إيران قريب، والنصر على حزب الله بقي بس أنا تحرير المخطوفين. حقيقة أنا ككردي أتمنى إيران أن تنقسم، وأنه ما توقف على حدود فقط أنه تجريدها من السلاح النووي والصواريخ البالستية اللي بتحملها، لأنه فعلا آه، النظام هذا نظام خبيث وقادر أنه يعود بعد سنوات مرة تانية، حتى لو راح الخامنائي في 1000 خامنائي يطلع بعده، هذا أمر نعم. طبيعي. بتعرف انه 50% من القدرات الصاروخيه تبع ايران تم تم تدميرها. تدميرها
قبل خروجها. هذا واحد. واليوم إيران، لاحظ أنه إيران اليوم مش عم تقدر تطلق صواريخ بالعدد اللي هي بدها تطلقه، لأنه المنصات الصاروخية كمان عم يتم تدميرها بشكل كبير. صح. يعني اليوم إيران عاجزة عن إطلاق الصواريخ على يعني نحن إسرائيل. عندنا 4 أيام وتم تدمير 50% من القدرات الصاروخية تبعتها، لدرجة إنه إيران بالضبط. تخاف تطلق صواريخ الآن لحتى ما تكشف مواقع الصواريخ ويتم ضرب البطاريات تبعيتها. 4 أيام صحيح. أخرى كفيلة بأن تنهي المنظومة الصاروخية بشكل كامل أنا في أعتقد إيران. أنا أعتقد إنه الضربة الأمريكية، يعني إسرائيل قادرة على إنهاء المعركة لحالها، وقادرة أن تدمر كل المفاعل النووية لحالها. لكن في مفاعل منشأة فوردو، هي المنشأة هي أصعب منشأة لتدميرها. في صاروخ واحد اللي موجود بأمريكا، البي 552، اللي هو قادر على اختراق هاي المنشأة وتدميرها بسهولة جدا. لكن الجيش الإسرائيلي أو دفاع الجو الإسرائيلي قادر أنه يقصف هي نفس اللي ويدمر. بعت لي الظهر صورة، صح؟ كانت نعم. دقيقة لا أشوف. نعم. يعني جي بي قادر. يو 57. نعم. قادر أنه يدمر المنشأة فوردو، لكن يحتاج إلى عدد كبير من الصواريخ ومن القصف على المنشأة. بينما هذا الصاروخ يمكنه، أو صاروخ واحد أو اثنين، أنهم يدمروا المنشأة بشكل كامل، لأنه هذا ممكن ينزل على عمق 80 متر ويتفجر بعمق 80 متر ويدمر كل المنشأة. لكن تعرف بتخطيط هندسي خاص بإمكانك أنك تدمر المنشأة، لكن تحتاج إلى عدد من الغارات وجهد أكبر بكثير. أعتقد أنه معنا بين 24 ساعة ل 72 ساعة، ساعتها هلا بيتم ترامب القرار. قرر بشكل قطعي برأيك أنه سيضرب إيران لا محالة. نعم. نعم، باقي التوقيت. طبعا ترامب مش راح يقول لك بالضبط أي تحديد أي يوم، مشان هيك قال لهم أسبوعين، معنا من هون لأسبوعين. لكن أنا حسب التوقعات تبعي، قراءتي للصورة، انه خلال ماكسيموم 72 ساعه، بين 24 ل 72 ساعه، راح يتم قصف لكن اليوم يعني نحن قادرين بشكل منفرد، رغم انه كل الاعلام بالعالم كان يخوف انه اسرائيل غير قادره على هاي هاي الحرب لحالها، ولا تتجرأ انه، يعني حتى بسكاي نيوز وبالمشهد ما بشوف وبالحرة. القنوات العربية، لا آه أنا ما بتفرج وج... عليها. لا، انا بيدعوني انه شارك، انا كمان ما أنا بتفرج، بشوفك أنا بس بشارك. بشوفك دايما تبعت لي أنا بشوفها. ف آه، دائما قالوا لي انه اسرائيل لا تتجرأ. انا قلت لهم اياها اكثر من مره، انه اسرائيل قادره، انه اما بتفضل انه تكون امريكا معها. آه، لحسم المعركة اسرائيل. سريعا، يعني مسألة ايه. هذا المفاعل على الأقل. صحيح. فاسرائيل لما لقت انه ترامب متردد، احترمت طلب ترامب انه استنوا 60 يوم. استنوا 60 يوم، وباليوم ال 61 قاموا بدية الحرب. ف اسرائيل قادره انه تكمل الحرب للاخر، لكن بدها تاخذ، بدل ما تاخذ اسبوع تاخذ بعد اسبوعين. في ف أخ بيقول لي أنت صار لك يومين ثلاثة بتحط على القنوات العربية. نعم، بالفترة الحرب الإسرائيلية الإيرانية صرت أحط على القنوات العربية، قبل ما كنت أتفرج عليها نهائيا ايه، أخبار. بس اليوم بالقنوات العربيه بتشوف فيك هي اللي بتشوف نيوز فيها، بشكل صح. ضخم جدا. أنا في عندك. ما بيهمني طب. رأي المحللين السياسيين، لكن أنا بشوف الأخبار يعني ايه، والتصريحات، هذا بس المهم بالنسبة لي. اذا بتتابعوا قناه مكان بالعربيه، قناه مكان، مكان.
ايه هاي القناة الإسرائيلية بالعربي. قناة مكان يعني هاي تعطي أخبار إسرائيلية، أخبار دقيقة ما فيها ملاعبة، ما فيها أي خداع أو غش. فبتشوف الحقائق. إذا بدك تشوف الحقائق هاي القناة الوحيدة تقريبا اللي بتعطيك الحقائق 100%. اي 24 نيوز كمان بالعربي ممكن. ال 14 آه 14 هي بالعبري ما بالعبري بنشوفها كمان ايه مرات يعني. ايه. ال 14 اللي ما بيفهم العبري ما لا بيفهم ما بشوف القناة هي نفسها، بشوف الموقع تبعها وشو بتنشر وبقوم ايه بترجمتها أنا لحتى صحيح. إيه، لحتى نعرف شو عم بيصير بالضبط يعني. واي 24 نيوز بالعبري كمان افضل من العربي. اي 24 بالعبري افضل من العربي. لكن قناة مكان اذا بتسجلوها مكان على على الاب ستور او بتنزلوها عندكم على الموبايل او على اليوتيوب. لا على اليوتيوب فيهاش بث مباشر، على الموبايل فيها بث مباشر. فممكن تتابعوا كل الاخبار بشكل جدي ومهني وصحيح. لكن احنا شفنا يعني حسب يعني الواحد اللي عم يسمع اخبار بالعربي بيقول اسرائيل دمرت على الاخر. يعني بتشوف مطر من الصواريخ، وهذا المطر من الصواريخ مش موجود. قالت انه قالت ايران انه اسقطت 4 طيارات اف 35. اف 35 حتى الف يعني اف 15 ما بتقدر تسقطها ايران، ما عندها القدرات. ما عندها نهائيا، صحيح هذا الكلام. اف 35 ما في دولة بالعالم قدرت تسقطها. والاف 35 الاسرائيلية يتحدثون الروس عن الاس 500، ولكن لا اعتقد انه كلام هو اعلام فقط. لا هو الطيارة اللي ظهرت بالصور او بالفيديوهات فوتوشوب. اللي نشرتها ايران مش فوتوشوب. هاي بالحرب اوكرانيا روسيا عم حاطين بياخذوا عليها كثير. نجمة داوود. هن حاطين عليها ايه. نجمة داوود، نعم. كثير من الفوتو من الفيديوهات والصور اللي بتنشرها ايران اذا بترجع للمصدر تبعها بتلاقيها من روسيا، من حرب روسيا اوكرانيا. اللي هناك بتشوف الصواريخ عم تنزل كالمطر حقيقة استاذ مدي، انا ما بهتم بالاعلام الايراني لانه عامل حاله انه دمر اسرائيل وانتهت على الخريطة وبلع على البحر. لا انا انا بس بحتاج. التصريحات، ايه تصريحات السياسيين تبعها إيه ممكن. لا انا بحتاج اني راقب الاخبار كمان العربيه وكمان الايرانيه مشان تعرف العدو شو عم يحكي صحيح. وتعرف كيف بدك تواجهه. فهذا يتحسن. احد ال الامور اللي نحن بنكون فيها. فان شاء الله الامل كبير انه نقدر نحقق السلام والاستقرار بالمنطقه. نبعد كل فكر الارهاب وفكر المقاومه من الشرق الاوسط ونتعايش مع بعضنا. وصدقني العرب بيستفيدوا اكثر من اليهود بالسلام بين اسرائيل والدول أستاذ العربيه. مدي، أنا بقول لك يا بصراحة، لن يهنأ الشرق الأوسط إلا بوجود دولة كردية، حقيقة بقولها. صحيح صحيح مستحيل. لن يهنأ الشرق الأوسط صحيح إلا بوجود دولة كردية، كله راح يرتاح. حتى الدول صحيح. الكبيرة هاي اللي كلياتها، والحقوق لازم ترجع لكن لأصحابها، أصحاب الأرض ايه لازم ياخذوها، هذا طبيعي. اكيد الاخوان الاكراد يعني هاي القضيه الكرديه لازم تكون بسقف الاولويات بالشرق الاوسط. لانه مثل الشعب الكردي ما في شعب يستحق لا استعاده ارضه واستقلاليته وحريته. آه، لكن انا انصح الاخوان الاكراد اول شيء توحيد الصف. هذا امر مهم جدا.
بأربع أجزاء كردستان لازم يكون في وحدة صف. ممكن نختلف على التفاصيل الصغيرة، لكن الهدف واحد. يعني أنا أؤيد تعددية حزبية، يعني مش الكل لازم يكونوا قسد، ومش الكل لازم يكونوا مسد أو بككي، أو لازم يكون في تعددية حزبية. التعددية الحزبية هي أحد الأسس الديمقراطية، وهي أحد الأسس لإنشاء دولة آه، آه، يعني جيدة. لما أنا عندي فكرة، تعرف لما بتمشي بالفكر الواحد فالكل بيمشوا مثل الغنم، خط واحد. صحيح. طبعا يمكن هذا الخط غير صحيح، لازم يكون في تعدد أفكار. تعدد الأفكار هذا بيجيب الحوار، بصير حوار بين الأشخاص. هذا معناته آه، 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 يعني حرب أفكار. حرب الأفكار أو معركة الأفكار بتوصلنا للفكرة الصحيحة. يعني لما أنا بطرح وجهة النظر تبعي، وأنت بتطرح وجهة نظرك، والآخر بيطرح وجهة نظره، بنشوف، بنصير نحاور بيناتنا، وبنوصل بالأخير لنقطة اللي هي تكون صحيحة أكثر من إنه مثلا واحد ياخذ قرار ويمشي فيه. لما بيكون القرار مشترك بيكون أفضل من إنه يكون قرار منفرد لشخص واحد. لهذا السبب أنا أؤيد وجود أو تعدد الأحزاب، لكن وحدة القرار. وحدة القرار تأتي من الحوار والتوافق بالحوار. لما بتقعدوا كل الأحزاب بتقعدوا سوا وبتخططوا وبتتفقوا على تعملوا حوار، تتفقوا على خط واحد، فالجميع بيمشي بهذا الخط. تمام. تعدد الأفكار ووحدة القرار هذا أهم شيء بالوصول للأهداف وتحقيق الأهداف. الديمقراطية هي من تعدد الأحزاب، يعني يكونوا 10 أحزاب يترشحوا للانتخابات، والحزب اللي بياخذ أكثر أصوات هو بيكون الحزب القائد، وبيعمل طيب هاي التحالف تبعه في مع باقي الأحزاب. هذا في حال الدول المستقلة، لكن في الحالة الثورية أنا رأيي تعدد الأحزاب ممكن يكون يضر القضية أيضا، لأن الخلافات الأيديولوجية ممكن تعمل. متعلق، ما هو هذا اللي أنا عم بقوله. هذا بيتعلق بالتصرف تبعكم. لكن لما انت الهيئة بدك، كل العسكرية. حزب كل حزب بده يتصرف بشكل انفرادي، صحيح هذا بيقسم الصف. لكن لما كل الاحزاب، في 10 احزاب، رؤساء الاحزاب بيجتمعوا كل فترة معينة وبيناقشوا الامور اللي على الطاولة، وبيتفقوا بالحوار تبعهم، وبيوصلوا لقرارات مشتركة وبيمشوا حسب هاي القرارات. هذا التفكير الصحيح. حتى بالحركات الثورية، يعني بالحركات الثورية أحيانا لما بيكون قرار شخص واحد بيسبب له الهلاك، لكن لما بيكون قرار مشترك، عدة أشخاص بيقعدوا وبيناقشوا وبيحاوروا وبيوصلوا لقرار، أعتقد أنه بيكون القرار أحلى وأدق من أنه يكون قرار شخص واحد. لانه بتعرف لما انت بتعرف هذا الطريق ماشي بهذا الطريق، ما بتعرف شو في بالطريق المقابل. اذا اجى واحد بيعرف الطريق المقابل وبيقول لك شو في بالطريق المقابل، فممكن انت تعرف انه هذا الطريق المقابل هو اقصر من الطريق اللي انت عم تمشي فيه. فاهم كيف؟ فهون الحوار هذا هو ال ال دي آه، أسأل الامل حضرتك للوصول. سؤال هام للغاية جدا.
موقف دولة إسرائيل من حزب العمال الكردستاني، هل ممكن أنه يتطور ويتحول إلى دعم في حالة أصبح عداء كبير ما بين تركيا وإسرائيل في وقت من المراحل غير محسوبة شوف يعني؟ شوف لك اول شيء في غلطه تاريخيه، او كذبه تاريخيه صدقوها الاكراد بحزب العمال الكردستاني. اسرائيل ما كان إلها دور لا من قريب ولا من بعيد ب قضية عبد الله قادة عبد الله قضيه أوجلان. اوجلان. نعم. ما كان لها علاقه. انا بقول لك اياها بصراحه، اسرائيل تنظر الى القضيه الكرديه كقضيه شعب واحد. لا فرق بين الاجزاء الكرديه او التفرعات الكرديه او الاحزاب الكرديه. موقفنا واحد وموحد من القضيه الكرديه بشكل عام. تمام. يعني انا بالنسبه لي لا فرق بين الكردي العراقي او الكردي السوري او الكردي الايراني او الكردي التركي. كلهم بالنسبه لي اخوان، واتعامل معهم بنفس الطريقه وانظر اليهم بنفس الطريقه وادعمهم بنفس الطريقه. ال ال الامور الداخليه داخل هذا الجسم الكردي انا لا اتدخل فيه. انا ادعم الكردستان بشكل كامل، الاكراد بشكل كامل كشعب. لا ادعم الاشخاص، يعني مش بقول لك انا بدي اتدخل مين هذا يكون ومين هذا يكون. صحيح العلاقات تبعنا مع عائلة البرزاني أقوى علاقات، لأنه عائلة البرزاني تقربت من إسرائيل أكثر من الفئات الأخرى. هذا سر علاقتنا مع عائلة البرزاني. لكن لما أنا بلتقي مع إخوان أكراد من حزب العمال أو من الطلبانيين او مع هذا او مع كل الاكراد، بالنسبه لي اكراد بتعامل معهم بنفس الاحترام ونفس المحبه. والهدف تبعي طبعا لما بقعد مع اكراد معارضين لكردستان، فانا بقنعهم انهم يتوحدوا مع باقي الاكراد. لانه انا اجتمعت مع اشخاص من اكراد سوريا اللي بيقولوا لي لا، نحن ما بدنا انفصاليه عن او نكون دوله كرديه لحالها. نحن جزء من الشعب السوري وبدنا نضلنا مناضلين من اجل سوريا. هذا بنسميه نحن الأكراد كردي الشريف. ايه، فانا يعني فكردي الشريف هذا بمفهوم الكرديين الكرد القوميين يعني غير شريف حقيقة. ايه ف فانا دائما بوجه الاكراد لوحده الصف ووحده القرار. لابد من عودة شمس كردستان لتضيء على دولة كردستان المستقلة. لا بد من هذا الشيء. هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بوحدة الشعب الكردي. وبرجع بقولها، إخواني اللي عندكم أحزاب مختلفة كردية، لا يوجد أي معارضة لكونكم أحزاب متعددة، لكن استعملوا الأحزاب تبعكم لتوحيد الصف. وهذا أمر يعني بكل المعادلات السياسية صح. لا يمكن لشعب أنه ينتصر. يعني شوف، لو كان الشعب اليهودي مقسم، هل تعتقد أنه كان يقدر يحقق هاي الانتصارات؟ في بيناتنا خلافات بالرأي صحيح. بتلاقي اثنين يهود عندهم ثلاث أفكار، كل اثنين يهود عندهم ثلاث أفكار، لكن
لما بتجي لمصلحة إسرائيل كلهم بصفوا صف واحد، كلهم إيد واحدة. تعدد الأحزاب في عنا بإسرائيل يمكن شو كلياتنا 20 مليون 10 مليون إسرائيلي، في عنا أكثر من 25 حزب. تمام. فبالعكس تواجد الأحزاب شيء جيد، هذا نبض الديمقراطية تعدد الأحزاب. لكن تعدد الأحزاب لا يسبب بالتقسم الشعبي، يسبب بتبادل أفكار أو تغير أفكار، وهذا بيعطي القدرة للشعب الإسرائيلي إنه مكنة التفكير تبعه تمشي أكثر وتشتغل أكثر، وهذا دائما بيخلي راسك يشتغل مش عواطفك تشتغل. لكن لما في حرب كل الشعب الإسرائيلي صف واحد وإيد واحدة. يعني لاحظ اليوم قيادات المعارضة الإسرائيلية اليوم واقفة مع نتنياهو ودعمته بالحرب، مع أنهم بيتمنوا أنهم يقدروا يفوزوا عليه بالانتخابات، لكن وقت الحرب ما في انتخابات، وقت الحرب كلنا جبهة واحدة. وهيك الأكراد لما بيوصلوا لإدراك أنه الوحدة الكردية هي الأمل الوحيد لاستقلال كردستان وعودة الأرض للشعب، لما بيوصلوا لهي القناعة ساعتها إن أردتم شيئا فهو ليس مستحيل. وخلينا نتشكر الإخوان المشاهدين، شكرا جزيلا لك وأنا ونلقاكم سعيد. بفرص أخرى. أنا سعيد جدا، وطبعا بعرف الظروف عندكم في تل أبيب، لكن إن شاء الله راح يكون لنا لقاءات أخرى. شكرا إن جزيلا شاء أستاذ الله. مندي، وسعيد شكرا جدا لكم. بتواجدك معنا. شكرا. شكرا لكم. أنا بدي أنشر أهلا. يترجم هذا اللقاء بيناتنا باللغة الكردية، تمام. ويترجم على مواقع عديدة جدا مشان بس يكون عندك العلم بهذا الموضوع. شكرا تمام. جزيلا، وأتمنى لك شكرا لكم. ولعائلتك ليلة سعيدة، وإن شاء الله يعني تكونوا في أمن وسلام إن وما شاء الله. يصيبكم أي شكرا. مكروه. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. تحياتي. ليلة سعيدة. بيجي كردستان. بيجي إسرائيل وبيجي كردستان. تحياتي. نعم. يا